مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ومكملين تفريزات رمضان وتجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم على اعدائهم واعداء الدين، اللهم امين. مش هطول عليكم، تعالوا بينا نشوف طريقة تفريز الملوخية الخضراء او تخزين الملوخية الخضراء. وهنعمل الملوخية الناشفة برضو. ومعايا هنا كمية 5 كيلو من الملوخية، انا بوريكي بقطفها، انتوا طبعا اشطر مني كتير وعارفين طبعا انا مش بعلمكم تقطفوها ازاي. تاخدي بس عرق صغير من العرق بتاع الملوخية مع الورقة عشان تعمل لنا مطة حلوة كده للملوخية، وتعمل لنا حاجة اسمها عرق كده للملوخية. طبعا الملوخية لازم تتغسل كويس جدا لانها بتبقى مليانة طينة وبيبقى فيه ترسبات، لحد ما المية بتاعتك تفضلي تغسلي فيها وتغيري المية بتاعة الطبق اللي انت بتغسلي فيه على طول، عشان لحد ما المية تبقى رايقة معاكي وما تشوفيهاش متعكرة زي ما انت شايفاها كده. عايزة اقولك من انجح الطرق اللي انا خزنت بيها الملوخية، عايزة اقولك ناجحة مليون المية. ولا تضربيها في خلاط وتشيليها مضروبة هتسود منك. كل الطرق اللي فاتت دي كوم والطريقة دي كوم تاني. الطريقة دي ناجحة مليون المية، ولا هتسود منك ولا اي حاجة خالص. بصي المية بقت رايقة معايا ازاي. تغسليها بس اهم حاجة. وعايزاكوا تفرزوها بالطريقة دي لانها طريقة والله العظيم ناجحة جدا. لو ما كانتش ناجحة انا عمري ما كنت انزلها ابدا ابدا على قناتي، لان طبعا الدنيا غالية وما ينفعش طبعا ان احنا نهدر اي حاجة ونبوظ اي حاجة، لان ده بيعتبر في ميزان حسناتي. اذا كانت حاجة وحشة هتحاسب عليها وحاجة حلوة هتحاسب عليها. فهنا طبعا صفيتها كده لمدة ساعة كده ولا حاجة، وجبت معايا ملاية مخصصة للخضار بتاعي بنشف عليها الخضار بتاعي. وجبت الملوخية وفرطتها زي ما انت شايفة كده، وهسيبها حوالي 3-4 ساعات تصفي المية بتاعتها. وبعد كده هنشفها كويس جدا بفوطة بقى نضيفة برضو مخصصة للخضار، او بالملاية كده تمسكيها تفركيها، المهم ما يبقاش فيها نقطة مية خالص، عشان دي اللي هتنجح معايا الطريقة بتاعتي. هجيب الاكياس بتاعة التلاجة زي ما انت شايفة واطلع منها الهواء كويس جدا، وهربط الكيس بتاعي زي ما انت شايفة كده. بصي مش هتاخد معاكي مكان خالص. عايزة اقولك هتطلعي بقى تغلي الشوربة بتاعتك وتجهزي الشوربة على طول، وتطلعي الكيس تحطيه في الكبة. اوعي تسيبي الكيس بره ان هو يفك، لا تاخديه على الكبة، ومن الكبة على الحلة الشوربة اللي بتغلي تكون الشوربة بتغلي مسبقا. هنا بقى معايا شوية بقى ايه ملوخية حلوين كده، سبتهم على جنب عشان عايزة اعمل ملوخية الناشفة. هنخزن مع بعض الملوخية الناشفة. حطيتهم على صينية كده، هي لسه كانت طرية اهي بعد طبعا ما نشفتها تماما. وهفضل بقى احطها على السفرة بتاعتي، وانا طول ما انا رايحة جاية اجي اقلب فيها، اجيب اللي تحت فوق كل شوية. هحطها لمدة 3 ايام، من يومين ل3 ايام على حسب. تروحي كل شويه تجسي كده عليها، طبعا انت بتقلبيها كل شويه فبتحسي طبعا بالخرفشه بتاعتها. بصي هنا كانت نشفت خالص، خدت 3 ايام وكانت نشفت خالص. بصي كانت بتخرفش في ايدي. وطول ما هي فيها ورقه حتى طريه تسيبيها، قلبي فيها وسيبيها. جبت المطحنه بتاعتي وبدات ان انا اعبي المطحنه بتاعتي وهضربها وهنعمها كويس جدا في المطحنه بتاعتي. وهجيب طبعا طبق واحط فيه مصفى صغيره، ما تبقاش ضيقه قوي ولا واسعه قوي، زي ما انت شايفه كده تكون مصفى وسط. بصي صفيتها اهي. وتبقى اخد الناعم والخشن ارجعه تاني في المطحنه واحط عليه ملوخيه تاني، واضرب واكرر تاني الحكايه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي واصفي. بصي زي ما انتي شايفة، بصي الناعمة وطرية سوري الناعمة وحلوة ازاي. وعايزة اقول لكم كانت سكر تحفة جدا. طبعا هخزنها، طبعا احطها في كيس واحطها في التلاجة لوقت الاستخدام. دي مش هنحطها في الديب فريز، لا
هنحطها في التلاجة عادي، هنجيب كيس اهو ونحطها في التلاجة. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، بجد ناجحة مليون المية. ولا تضربي بقى في خلاط وتشيليها مضروبة الملوخية ولا الكلام ده خالص، من انجح الطرق اللي انا عملتها. دي كده كانت هتعمل معايا 3 اكلات 4 اكلات على حسب الاكلة بتاعتي. وبكده وصفتنا النهاردة تكون خلصت. اتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعليقاتكم الحلوة واللايك الجميل اللي بيشجعني دايما، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله. باي باي.